متتبعي قناة طيور تيفي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعض مربي الدجاج وخصوصا منهم المبتدئين يصابون بالحيرة والذهول نتيجة ظهور بعض الأعراض على قطيع الدجاج الذي يتوفرون عليه، فيتساءلون عن السبب. فهناك مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى ظهور مجموعة من الأعراض كالعياء والخمول وضعف الشهية وعدم أكل العلف، ثم الميل إلى النوم في الأماكن الباردة. إذن كل هذا هو نتيجة وجود بعض المشاكل الصحية الناتجة بالأساس عن الحرارة وكذلك عن سوء التغذية. لذلك نقترح عليكم متتبعي قناتنا حلا يتمثل في وجود دواء مأخوذ من البيطري، وهو اسمه تيتراسين. هو غير مكلف، ثمنه بالنسبة للإخوة المغاربة هو 30 درهما. لكن أريد أن أجدر الإشارة إلى متتبعي القناة أننا لسنا بتجار كما أننا لسنا ببيطريين، وإنما نحن هواة لتربية الدواجن، ونقتسم معكم خبرة متواضعة ومعلومات حتى نستفيد جميعا. إذن نقوم بوضع كمية نصف ملعقة من هذا الدواء في لتر من الماء، ونقوم بتحريكه جيدا كما تلاحظون على الصورة. نقوم بالتحريك حتى يمتزج هذا المحلول ويصبح خليطا متجانسا كما تلاحظون أمامكم. إذا قمنا بتحريك الخليط، ونذكر أننا وضعنا نصف ملعقة فقط في لتر من الماء، وقمنا بتحريكه كما تلاحظون، ثم نقوم بوضع هذا المحلول في المسقى أو المشربة، وذلك بعدما قمنا بتنظيفها جيدا، ثم نقدمها للدجاج لمدة 7 أيام من كل شهر. أقصد بذلك هو أن هذا الدواء يعطى للدجاج لمدة 7 أيام من كل شهر، وهكذا دواليك. فهو دواء يعطي حيوية ونشاط للدجاجات، ويقدم لهم مجموعة من الفيتامينات والبروتينات التي الذي يحتاجه قطيع الدجاج. حلقتنا لهذا اليوم انتهت، نتمنى أن نكون قد قدمنا الإفادة. شكرا على إخلاصكم ووفائكم لقناتنا. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.